ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. مكملين في سلسله الترندات، والنهارده هنعمل آه علبه المناديل الترندي جدا، وهنعملها بابسط حاجه. هنعملها بعلبه الحلاوه دي، ولو مش موجوده عندكم علبه جبنه برضو تنفع. هستخدم فيها الخيط الخيش وكمان الخيط القطن ده، وطبعا انتوا تقدروا تعملوها بالالوان اللي تحبوها. بس طبعا دي الالوان الترندي جدا. ممكن تبدلوا الخيش اللي معانا بخيط مكرمية، فاللي موجود عندكم استخدموه. في البداية بسيب الغطا متركب عشان لما اجي اعمل اول جزء في الغطا يبقى متظبط جدا، ميبقاش فيه فرق بينه وبين الجزء اللي تحت، فعشان كده ركبته. وبعد ما اعمل اول جزء هبدأ عايزة اشيل الغطا واشتغل على الغطا في الاول. هنا بس بظبط ان هو يكون على الحروف يكون مظبوط. هنا خلاص عملت اول حاجة، بعد كده بشتغل عادي بكل بساطة، وابدأ الف الخيط. وخدوا بالكم انتوا بتلفوا الخيط برضو ما تحطوش لزق كمية كبيرة علشان ما يبقاش فيه لزق طالع ويبقى فيها ديفوهات. عايزين الشغل يطلع معانا زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. اهو بنعملها كده بالطريقة دي، بنعملها كده على الطرف اللي فوق، ونحاول نضغط على الخيط، ولو اي جزء مش ملزوق كويس برضو بنضيف له لزق وبنلزقه. هنا ما نزلتش على الجزء اللي تحت على طول، لا، قصيت الخيط وهعمل الجزء المربع اللي جوه بعدين الجزء الاخضر اللي باين عندكم ده، عشان لو انا عملته الجزء ده يبقى مكلكع شويه. فاحنا مش عايزين اي كلكعه والشغل بتاعنا يطلع مظبوط. بعد ما عملنا المربع اللي جوه هعمل اللي هو الجزء اللي انا كنت سايباه الاخضر ده، وعادي جدا بيبقى بسيط. بقص هنا وبحاول ان انا ادخل الخيط لجوه علشان ما يبقاش باين خالص معايا. هكمل طبعا جوه وهسيب جزء صغنطوط جدا اللي احنا هنخرج منه المناديل، يعني هفضل ماشيه كده باللزق والخيط لحد ما اسيب بس المربع اللي انا محتاجه له بس، وهنشوف ده مع بعض دلوقتي. هنا بقى بعد ما خلصت الغطا، وطبعا هوريهولكوا بعد شويه بعد ما نخلص دي. هنا برضو الجزء ده اللي بيكون صعب معايا اللي بيكون في البدايه ده، علشان انا عايزاها في البدايه بالظبط، علشان برضو لما اجي افتح العلبه واقفلها يبقى بيتفتح بكل سهوله، ما يبقاش عندنا اي كلاكيع. هو اول جزء بس زي ما قلت لكم اللي بيحتاج منكم تركيز، وبعد كده بتشتغلوا على طول بيكون اسهل بالنسبه لكم. وعلى فكرة عايزة اقول لكم برضو فكرة، اللي ما عندوش خيط مثلا، خيط كتير من الخيش يكفي، ممكن تعملوا الجزء ده وتكونوا اصلا مبطنينها بالخيش. فاعملوا باي جزء يعني باي قصدي خامة عندكم، ما توقفوش نفسكم على حاجة معينة. ولو حابين تعملوه كله باللون الابيض اللي احنا استخدمناه، ولا انا مستخدماه ده مش ابيض بصراحة، هو اوف وايت كده، استخدموه عادي. ممكن تستخدموه وتعملوا بس التظبيطات بتاعته بحاجة تانية، فانتوا فننوا فيها بطريقة تفكيركم وبذوقكم، بس انا بعمل لكم الشكل الترندي اللي نازل بالظبط. اهو كملت العلبة كلها زي ما انتوا شايفين كده، بشيل اي بواقي من الشمع، وهلزق دلوقتي الكرات دي علشان اعمل شكل تزيين حلو، وزي ما قلت لكم زي الجاهزة بالظبط. عايزة اقول لكم انها بتتباع غالية قوي، واحنا نقدر نعملها بكل سهولة وبخامات موجودة بكل بيت. كلنا بنرمي العلب البلاستيك دي، واحنا نقدر نستخدمها في ديكورات حلوة جدا ونزين بيها بيتنا. اتمنى لو وصل معايا للجزء ده تقديرا منكم تضغطوا لايك. اهو الغطا زي ما قلت لكم سبت المربع اللي انا محتاجه له في النص، وبيتركب وبيتشال بسهوله زي ما وريتكم. هجيب بقى سكينه قطر اي حاجه، انا ما كنتش لاقي القطر اللي عندي بصراحه في الوقت ده، فقلت اعمل الفتحه دي بالسكينه. هبدا اشيلها وبعد كده
هنضف مكان الاخضر عشان مش عايزه الاخضر يكون باين بالنسبه لي خالص، وما يكونش كمان البلاستيك في الجزء ده بيعور. فانا هنا شلتها بحاول اظبطها، وهجيب بقى السكينه اشيل كل الاطراف دي وانعمها كويس جدا، بحيث ان انا اخد منها المناديل او احط فيها اي حاجه البلاستيك ما يجرحش ايدينا. فانا ببدا اسويها واحده بواحده، ما يكونش الاخضر باين اهي زي ما انتم شايفين. هنا الابيض طبعا كتير، انا حابه ان انا اكسره ب دورين مع بعض كده من خيط الخيش، فبعمل كده، هعمل صفين ورا بعض، وهيعمل شكل جميل وهيفرق جدا جدا في الشكل، هتحسوا ان هو بروز الشكل معايا. يعني يا دوب نص ساعة تكونوا عاملينها ومظبطينها، بصوا بروز الشكل معايا وبقى شكلها حلو قوي. هضيف بقى المناديل جوه، وبكل بساطة اقفل الغطا. شايفين بقى الجمال؟ شايفين الجمال بقى والشياكة؟ حلوة جدا وشيك جدا وبسيطة وما خدتش مننا وقت، ولو سألتوا عليها مش هتصدقوا سعرها قد ايه. في اماكن بتباع ب 350 جنيه واكتر. اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك، وتنسونيش في كومنت حلو يشجعني منكم يا حلوين. بحبكم قوي قوي، واستنوني في الفيديو الجاي اعمل لكم برضو فكرة حلوة جدا زيكم. باي باي، ونتقابل الفيديو الجاي. باي.